سمعنا يا عم الحدوتة والوايت نايتس هتولع نار، هتولع نار في ارضكم. نزلت البوست ده قبل ماتش الاهلي والزمالك بالظبط بتلت ساعه، في عز ما كانت الناس كلها معترضه على التشكيل، ان في احمد رمضان بيكهام، في ياسين مرعي، في هادي رياض، في مروان عطيه لوحده، بدون مهاجم صريح. كل الناس كانت معترضه، بس انا ما كانش فارق معايا الاسماء اللي بتلعب، ما كانش فارق معايا مين في الملعب ومين بره. كل اللي كان فارق معايا واللي انا كنت متاكد منه ان انت دايما في عز ما بتكون داخل مباراه القمه وانت الحلقه الاضعف، ده اكتر وقت الاهلي بيقدر ان هو يعمل فيه مباريات عالميه، وبيقدر ان هو ينتصر، ويقدر ان هو يعمل كرنفال زي اللي احنا اتفرجنا عليه النهارده. دايما خدها قاعده في حياتك، انك لو فاكر ان الاهلي وهو بيمر بفتره سيئه وهتقدر ان انت تخش تدوس عليه في ماتش قمه، انسى ان ده يحصل. انت ممكن تكسبني في عز ما انا قوي، وممكن تكسبني في عز ما انا مهيمن ومسيطر محليا وقاريا، بس لما ابقى ضعيف صدقني الحافز الوحيد اللي لعيبه الاهلي والنادي والجمهور بيبقى شايفه وبيلعب عليه ومستميت عليه هو انك انت عمرك ما هتقدر تدوس عليا وانا ضعيف، عمرك ما هتقدر تحسم الدوري في الملعب وانا موجود فيه، حتى وانا في اوحش فتراتي، حتى وانا في اسوأ حالاتي، حتى وانا كل الفرق قادره ان هي تكسبني وقادره ان هي تسجل فيا وقادره ان هي تعمل عليا ماتشات. انت مش هتعرف تحسم عليا الدوري في الملعب. تقدر تحسمه قدام سموحه، انبي، وده شابو ليك وحاجه ارفع لك عليها القبعه. لو قدرت تاخد الدوري في الظروف اللي انت بتمر بيها دي، يبقى بجد موسم تاريخي لنادي الزمالك والجمهور، ودي كلمه حق لازم اقولها لك. بس انك تحسمه وتحتفل بيه في الملعب وانا موجود، اعتقد دي صعبه. شكرا مصطفى شوبير، شكرا احمد رمضان بيكهام مره واثنين وثلاثه وعشرة، شكرا مروان عطيه، شكرا بن شرقي، شكرا بن شرقي اللي اخيرا شفناه بيلعب في مكانه. شكرا لعيبه الاهلي ان هم ما خذلوش توقعي وما خذلوش ان انا كنت واثق ومتاكد ان انت هتقدر عادي تكسب الزمالك في ماتش القمه، وانت داخل الماتش ده وانت الطرف الاضعف مش الطرف الاقوى. اعتقد الدوري لسه ما خلص، واعتقد برضو ان انا عشان اكون صادق معاكم زي ما كتبت في البوست ده، ان وارد جدا تلاقي الاهلي وقع نقط قدام انبي وقدام المصري، وخلى الزمالك ياخد الدوري من غير حتى ما يحتاج ان هو يكسب. بس موسم للنسيان، والحمد لله ان انت قدرت ان انت تطلع من الموسم ده بحاجه الا وهي كبريائك، ان انت ما زلت محتفظ بكبريائك. سلام عليكم.